المصالح الفلاحية لولاية عنابة يتفضل كذلك معنا. معجزات ويجعل من حدث صغير انطلق منذ 5 سنوات نشاط المستوى المصغر، وفي نفس الوقت بطريقة دورية نزيد في عدد النشاطات ونواكب التطور التكنولوجي خير دليل على أن اليوم آسياف أصبح حدثا جهويا وليس حدثا ولائيا، ونطمح أن يصبح حدثا دوليا إن شاء الله في الطبعات القادمة. فأنا سعيد أني في هذه الطبعة الخامسة تابعنا تطور هذا الحدث وتطور النظام البيئي في مدينة عنابة، وربما النشاط الذي يعرفه مركز الابتكار لولاية عنابة خير دليل على هذا العمل المتجانس والعمل الدؤوب الذي يقوم به ثلث من شباب هذه المدينة بالتعاون وبإشراف وحرص من السلطات المحلية. اليوم نأتي إلى مدينة عنابة والنظام البيئي للمؤسسات الناشئة والابتكار يعرف شهرا بعد شهر وأسبوع بعد أسبوع تطورا، نموا واستدامة. وأحسن ما يمكن أن نذكره في بداية سنة 2026 3 نقاط. النقطة الأولى هو إضافة علامة جديدة لعلامات المؤسسات الناشئة وهي المؤسسة المتسارعة، وهذا لمواكبة نمو المؤسسات الناشئة في الجزائر وإعطاء مكانة للمؤسسات التي أصبحت اليوم مؤسسات رائدة في التكنولوجيا تصدر منتجات وخدمات وتغزو السوق تحل مشاكل المواطن والمؤسسات. النقطة الثانية وهي جائزة السيد رئيس الجمهورية لأحسن مؤسسة ناشئة، والتي تكون الطبعة الأولى إن شاء الله في هذه السنة. والهدف هو خلق جو من التنافس، جو من العمل المتواصل حتى يمكن تمييز أحسن القدرات، أحسن الكفاءات، أحسن الشباب، أحسن المؤسسات التي عندها مردود في السوق الجزائرية وفي السوق الدولية.